السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وفرحة وبركة وتفاؤل. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوناش باللايك، كل ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. ان شاء الله النهاردة مع بعض هنعمل طبق كبدة تحفة يا جماعة، ريحته بتجيب اخر الدنيا. وكمان هنعمل كده شوية مكرونة اسباجيتي جنبه، غدوة كده على الماشي بتطلع معانا تحفة. نقول بقى بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، ويلا ندخل على بركة الله على الفيديو. أول حاجة بيكون معانا كبدة وقوانص. القوانص بديها سلقة كده، ومعانا صينية على النار، ومعانا طبعا فلفل حامي أو بارد، ومعانا بصل متقطع برضو، بصلتين كده متقطعين. بنحط معلقة من السمنة وندي صدمة للكبدة. طبعا تقدري توفري الكبد والقوانص دي لما بتجيبي فرخة فرختين او حاجة، تشيليهم في التلاجة في الفريزر. اما تكوني كده كيلو لاربع او كيلو تقدري تعملي بيه غدوة. بعد ما حطينا كده الكبدة وخدناها كده تقلبتين، بنحط معلقة كده من الثوم، وكمان عليها شوية من الكزبرة. انا بحب ادي للقنصة مثلا نص سلقة كده عشان تبقى مستوية معانا وحلوة. بنقلب شوية كده الكبدة مع التومة والكزبرة. في الوقت ده طبعا مقطعين بصل مكعبات صغيرة. كل ده بيدينا صوص كده وتطعيمة حلوة جدا للكبدة بتاعتنا. تقدري كمان تحطي فلفل حامي او فلفل بارد زي ما تحبي. هنبتدي نقلب البصل، ممكن نحط كمان معلقتين من الصلصة. صفينا بقى القنصة وحطيناها، وبعد كده نحط فلفل الالوان وعلى نار هادية بقى ونغطيها ونسيبها. معانا كمان معلقتين من هريسة الفلفل الاحمر. بنظبط الملح بقى بتاعها اهو، ريحتها بتبقى تحفة. وبنغطيها، ومعانا المية على النار هنسلق فيها شوية من المكرونة الاسباجيتي. وانا دايما ببقى عاملة عندي صلصة مكرونة، تحط شوية من الزيت وبصلة صغيرة كده تتحمر، تنزلي بلتر من عصير الطماطم طبعا المضروب ومتصفي. بتسيبيها لحد ما تلاقيها قصرت كده وقلت خالص معاكي والزيت ظهر على وش الصلصة. تحطي لها التوابل بتاعتها، ملح وفلفل اسود، وتبقى كده جاهزة معانا صلصة المكرونة. يبقى الكبدة على النار، وكمان شايفين الصلصة يا جماعة تحفة، والمكرونة كمان بتستوي. خلصنا بقى الكبدة، هنبتدي نغرب بقى طبقنا. حلو جدا طالع معانا هايل. متنسوناش بقى باللايك، وهنغرف كمان المكرونة. لو عجبكم الفيديو بقى لايك وشير للفيديو. كده خلصت وصفتنا، يا رب تعجبكم وتنور رضاكم، ونكون دايما عند حسن ظنكم. انتظروني بقى في وصفة جديدة وفيديو جديد. اسيبكم على خير واشوفكم على الف الف خير، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في امان الله ورعايته، مع الف سلام.